السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض المشروب الشتوي الرسمي بتاعنا، حمص الشام او الحلبسه، بسرين اتنين من واحد صاحب عربيه حمص الشام في الشارع. نسمي بسم الله وندخل على المقادير. معايا هنا ربع كيلو من الحمص البلدي مغسول ومنقوع مده ما تقلش عن 3 أو 4 ساعات، يعني ممكن تنقعيه من بالليل للصبح عادي. كل ما بيقعد في مده النقع اطول كل ما بيسرع من عمليه السوى بتاعه. صفيته كده ونزلت بيه في حله واغطيها ميه 3/4 الحله كده. ومعايا طماطم ومعايا ليمون ومعايا قرن فلفل، لو انت عايزاه سبايسي حطيه في السليق بتاع الميه. معايا هنا نص بصلايه مكعبات بالشكل ده. واول سر معانا هو الورق اللوري. الورق اللوري يا جماعه بيديله ريحه وطعم خطير زي بتاع المحلات بالظبط. ومعايا 4 أو 5 فصوص من الثوم سلام. معايا معلقه كبيره كمون، معلقه كبيره بابريكا، ومعلقه ملح. والسر التاني هو نص مكعب من المرقه، بيديله طعم خطير. ولعت بقى كده عليه البوتاجاز، واول ما يغلي معايا هيطلع كده ايه زي ريم، شيليه بالشكل ده كده واسيبه على نار هاديه يستوي ويغلي معايا. واثناء وهو بيغلي وبيستوي كده اهو اديله رشه من السكر. رشه السكر بتسرع من عمليه السوى بتاعه، ما بتخليهوش يغيب في التسويه. في الخلاط بقى نزلت كده ب3 طماطمات حمر كبار، ضربتهم ضربه كويسه وهصفيهم علشان الميه بتاعت الحمص كده تكون صافيه، ما يكونش فيها بذر ولا قشر من الطماطم. واديله تقلبتين 3 واسيبه يغلي معايا. غليت كده الحمص كويس مع القوطه. انزل بقى بالبهارات بتاعتي زي ما قلت لك، معلقه كبيره كمون، معلقه كبيره بابريكا، معلقه ملح، ونص مكعب المرقه. عايزه اقولك ما تغطيهوش علشان ما يفرش معاكي ويغرق البوتاجاز. لا، خليه كده هو، تخليه من غير الغطا. ولو هتغطيه يبقى الغطا متوارب وهدي عليه النار علشان ما يفرش معاكي. بصي بقى لون الميه الجميل ده. تعالوا بقى نجهز معانا اسرع واحلى شطه ودقه. خدت كده كوبايه من ميه الحمص للشطه وكوبايه من ميه الحمص للدقه، ونزلت كده في بوله بكوبايه من ميه الحمص على ربع معلقه من الكمون وربع معلقه من الملح. معايا هنا عصير ليمونتين كبار. جربي الوصفه بتاعت حمص الشام دي وهتعجبك قوي زي بتاعت حمص الشام العربيات بالظبط. نزلت كده بعصير ليمونتين كبار على معلقه صغيره من الخل، وادي لها كده تقليبه كويسه واظبط الملح بتاعها. وكده الدقه بقت تمام وزي الفل. يلا نجهز الشطه. برضو خدت كوبايه من ميه الحمص ونزلت كده بمعلقه كبيره من الشطه وربع معلقه ملح وربع معلقه كمون، وادي لها تقليبه كده كويسه. وبقى معايا الشطه بتاعتي جاهزه. الحمص على نار هاديه بيستوي معايا. الحمص استوى وبقى زي الفل. صبناه بقى كده في الكوبايات بتاعتنا، وزودي بقى شطه ودقه زي ما انت عايزه. معاكي كده حاجه اللهم بارك طعمها زي الفل. بصي ما شاء الله لون الميه بتاعت الحمص. جربي الحمص بطريقتي دي وهتعجبك. وما تنسيش لو عجبك الفيديو اللايك والاشتراك وكومنت جميل منك. بصي بقى السوا بتاع الحمص مستويه سوا اللي هو دايبه، وفي نفس الوقت ماسكه نفسها وما خلعتش القشره بتاعتها. ده بيعتمد على طريقه النقع بتاعها. انقعيه في ميه عاديه من الحنفيه مش في ميه سخنه، وسيبيه منقوع مده 3 أو 4 ساعات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.